هو ليه أمريكا بتدعم إسرائيل بالشكل الضخم جدا ده؟ طب ليه أمريكا بتحمي إسرائيل بكل قوتها؟ كلنا أكيد جه في دماغنا الأسئلة دي. عايز أقولك إن كل سنة تقريبا الولايات المتحدة بتقدم دعم ومساعدات لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار. ده طبعا غير الأسلحة وغير الدعم السياسي وغير حق الفيتو في مجلس الأمن، لدرجة إن ناس كتير بتسأل وبقت محتارة، هي إسرائيل دي حليف عادي لأمريكا ولا في أسباب أكبر مخلية أمريكا واقفة في ظهر إسرائيل بالقوة دي كلها؟ الحقيقة إن القصة دي أكبر بكتير من اللي الناس فاكراه. في الفيديو ده هنفهم ليه أمريكا بتحمي إسرائيل، إيه اللي أمريكا بتستفاده من العلاقة دي، وليه العلاقة دي مستمرة بقالها أكتر من 70 سنة. القصة بدأت سنة 1948 بعد الحرب العالمية التانية على طول اتأسست دولة إسرائيل، وبعدها بدقايق تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول دولة تعترف بدولة إسرائيل. لكن العلاقة وقتها ما كانتش قوية زي دلوقتي، وفي الحقيقة في البداية أمريكا كانت بتحاول تحافظ على علاقتها مع الدول العربية، بس في الستينات والسبعينات الوضع كله اتغير. حرب 1967 دي كانت نقطة التحول. في سنة 1967 حصلت حرب كبيرة جدا في الشرق الأوسط واللي معروفة باسم حرب الأيام الستة. الحقيقة في الحرب دي إسرائيل انتصرت بسرعة جدا على جيوش عربية. ساعتها بس أمريكا بدأت تبص لإسرائيل بشكل مختلف، مش مجرد دولة صغيرة، لأ، كحليف عسكري قوي في الشرق الأوسط لأمريكا. ومن هنا بدأ الدعم الأمريكي لإسرائيل يزيد. نيجي نروح للحرب الباردة. في الوقت ده العالم كان مقسوم لنصين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا. الاتحاد السوفيتي كان بيدعم دول عربية زي مصر، سوريا، العراق. طبعا أمريكا احتاجت إن يبقى عندها حليف قوي في المنطقة عشان تقدر تقف قدام الاتحاد السوفيتي، والحليف ده كان إسرائيل. يعني ببساطة نقدر نقول إن أمريكا كانت شايفة إسرائيل كقاعدة عسكرية أمريكية غير رسمية ليها في الشرق الأوسط. وجود إسرائيل لأمريكا بيساعدها في حاجات كتير: مراقبة المنطقة، جمع المعلومات، موازنة القوة في الشرق الأوسط. انت يا اتحاد يا سوفيتي هتتحالف مع الدول العربية، انا كمان عندي الحليف القوي بتاعي اللي هدعمه إسرائيل. الوضع اتطور وبقى فيه تعاون في التكنولوجيا العسكرية. إسرائيل بقت مش بس بتاخد دعم من أمريكا، دي كمان بقت بتقدم لأمريكا تكنولوجيا عسكرية مهمة جدا زي أنظمة الدفاع الجوي، القبة الحديدية ومقلاع داوود. تم تطويرهم بتعاون أمريكي إسرائيلي، وبرضه في تعاون كبير جدا ما بينهم في الذكاء الصناعي العسكري، في تطوير الصواريخ، في التكنولوجيا الأمنية. كل دي أسباب بتربط أمريكا بإسرائيل على مدار السنين. وطبعا في علاقات وأسباب سياسية بتخلي أمريكا تدعم إسرائيل. السياسة الأمريكية نفسها داخل الولايات المتحدة بيكون فيها جماعات قوية عندها نفوذ سياسي وعندها دعم مالي. الجماعات دي ولائها وانتمائها ودعمها قوي جدا لإسرائيل، وطبعا أهمهم وأكبرهم هم جماعة اللوبي الصهيوني. الجماعات دي بتأثر بشكل كبير جدا على السياسة في أمريكا وعلى القرارات اللي بتطلع من الكونجرس الأمريكي. وبرضه في عامل ديني بيخلي أمريكا تدعم إسرائيل. جزء كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي الإنجيلي بيشوفوا دعم إسرائيل جزء من المعتقد الديني في المسيحية. يعني أنت كواحد أمريكي مسيحي متدين شايف إن دعمك لإسرائيل ده حاجة معتقد ديني، وده بيخلي سياسيين كتير جدا يدعموا إسرائيل عشان يكسبوا أصوات الناس دي. وطبعا كل الأسباب اللي فاتت دي خلت إسرائيل حليف قوي جدا لأمريكا، وأمريكا بتدعمها بشكل غير مسبوق. عايز أقولك إن أمريكا قدمت لإسرائيل أكتر من 150 مليار دولار، والرقم ده أكبر دعم الدولة في التاريخ.
على فكرة العلاقة ما بين أمريكا وإسرائيل مش من طرف واحد بس. ناس كتير فاكرة إن أمريكا بس اللي بتدي إسرائيل، دي مش حقيقة. الحقيقة إن العلاقة دي فيها مصالح مشتركة. إسرائيل بالنسبة لأمريكا حليف استراتيجي قوي جدا، مركز استخبارات وتجسس مهم جدا، قوة عسكرية في منطقة حساسة زي الشرق الأوسط. لكن السؤال الحقيقي اللي عايزين نسأله النهاردة، تفتكر العلاقات دي هتفضل بنفس القوة حتى في ظل اللي بيحصل دلوقتي؟ تفتكر أصلا إن بعد اللي حصل الشعب الأمريكي هيدعم إسرائيل أو هيقبل إن أمريكا تدعم إسرائيل؟ اكتب رأيك في الكومنتات.